السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. وقبل ما ابدأ الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد بقدمه. وتحطوا لايك لو عجبكم الفيديو. انا اسفة جدا على التأخير، لكن انا مش عارفة يعني مش عارفة اجمع وقت عشان اصور فيه. بس طبعا انتوا عارفين ان انا دلوقتي معايا توأم، فانا اليوم مش قادرة يعني، فانا اسفة. الفيديو ده ناس كتير طلبته مني، اللي هو كنت بتاكلي ايه في الحمل، ايه الممنوع ايه مش ممنوع، روتين الاكل بتاعك، كل الكلام ده انا هتكلم فيه في الفيديو ده عنه. اول حاجة حابة اقولها انه كل حاجة يعني نصيب، يعني الاكل مثلا كلتي حاجة او ما كلتيش او كذا، مش هو اللي خلى الحمل يتم او انه ينجح او انه، لكن المفيد انه في صحتك انتي اكتر بعد الولادة، وبعد ما تقومي بالسلامة تقومي بصحة كويسة او لا. وكمان بيفرق في اكل البيبي، الناس في البيبي وصحة البيبي. الناس اللي تقولك ان هو مش هيفرق والكلام ده، لا الكلام ده غلط. الاكل والعناية بجسمك وان انت تاكلي كويس طول فترة الحمل ده لا بيفرق كتير خالص 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 فوق ما انتم متخيلين، بجد عن تجربتي. لكن هو مش عشان كلت كده فهو الحمل تام مثلا، او مش عشان كده فهو الحق نجح، لا طبعا. بس ده بيفرق في فكرة انه انت صحتك بعد الولادة تكوني كويسة وتكوني ماسكة نفسك كده، وكمان ما تتأثريش قوي خصوصا لو توأم بالحمل. وكمان البيبي بيكون كويس، يعني دي انا حاسه بيها او انا حسيت بيها، مش عارفه ليه يعني. يعني انا مش عارفه علميا هل ده مرتبط، بس انا حسيت بالحاجات دي ان الصحه فرقت خالص. الاكل هيفرق خالص بصحتك بعد الولاده، وكمان هيفرق في صحه البيبي ووزن البيبي والكلام ده كله. فانا ما اكدبش عليكم، الفتره الاولى اللي هي الشهرين لحد اول الثالث او بالظبط لحد ما عملت عمليه الربط، انا كنت باكل كل حاجه وعلى طول جعانه وكنت يعني ادوني اي حاجه اكلها، وكنت بشرب ميه كتير ومش يعني كان كده. بس كنت بحافظ على حاجات معينه. انا بطبيعتي ما بحبش البيض خالص خالص خالص، وكنت ما بحبش اللبن برضه. فكنت الفترة الأولى دي كنت بحاول أكل بيض، يعني كنت قادرة ان انا اكل بيض. بصراحة كنت اكل بيضتين مسلوقين، اللي هي غير الاسبوع اللي هو طبعا انا كنت صايمة رمضان، ففي شهرين تاني كنت بحاول اكل فيه كنت انجح ان انا اكل بيض على الاقل او بيضتين مسلوقين يوصلني في اليوم. وبدل اللبن استبدلته بزبادو. الناس اللي بتحب تشرب رايب او زبادي، انا مبحبش اكل زبادي مع الاسف. ولا لبن. كنت يعني اللبن بس فترة مؤخرا بقيت يعني اشرب اللبن. زبادو، واحدة زبادو في اليوم. هي الحاجات الزبادو والكلام ده انا مش حباه عن نفسي، لان اكيد في نسبة مواد حافظة. بس انت لو عارفة تشتري لبن او تقدر تشرب لبن طبعا حلو، وقادرة تاكلي اكتر من بيضتين. البروتين ده اهم حاجة. كنت ايه تاني، لازم بروتين كل يوم، اللي هو لحمة او فراخ او سمك او الكلام ده كله. آه ايه تاني، دي الفترة الاولى. بس انا الفترة الاولى كنت حرفيا باكل اي حاجة، الاكل كل حاجة واي حاجة تحطيها قدامي كنت بنسفها حرفيا، على طول حاسة نفسي ان انا جعانة، على طول عايزة حاجة اشربها، على طول عايزة كده. ما كنتش الممنوعات دي او الحاجات دي اللي ما عملتهاش طول فترة حمل وهي اصلا ممنوعة، دي هقولها لكم في اخر الفيديو. تمام. جينا بعد كده لفترة اللي هي مثلا من الشهر السادس كده بدأت تحصل ان الانيميا تقل خالص، انه خلاص البيبيهات بدأوا يكبروا وبدأوا ياخدوا غذاء اكتر. فجأة الانيميا وقعت، فجأة بقى عندي املاح زايدة. فطبعا روتيني اتغير، ضفت عليه حاجات. انا البيض كنت طبعا ما قدرتش اكله خلاص، وكنت بدأت ارجع وبتاع، فما كنتش قادرة اكل الاكل اللي هو المسبك حتى لو تسبيكة بسيطة. الطماطم دي طالما وجدت في الاكل ما كنتش اكلها خالص. التوابل يعني الاكل كان دايما ناقص ملح، اللي هو انقص من الناس الطبيعيه اللي بتاكله انا اكله. الموالح ما كنتش اكلها خالص. الطماطم باي صوره من الصور، حتى لو الطماطم كده ما كنتش اكلها خالص. اي حاجه مالحه ابدا، معدتي مش متحملاها. يعني يا جماعه مش ده مش محافظه مني، انا معدتي مش متحمله الكلام ده. فدي كلها دي الحاجات ما كنتش اكلها خالص.
ايه تاني؟ كنت باكل البروتين كل يوم زي ما قلت لكم. ضفت بقى عشان الانيميا البنجر، انيميا البنجر ثم البنجر ثم البنجر. مش تقولي لي مثلا هحط حته على السلطه او الكلام ده، لا، تاكلي بنجرايه كده حلوه كل يوم، ترفع الانيميا رفعه رهيبه. سيبك من الحديد وسيبك من الكلام ده كله. هي البنجر للانيميا، الانيميا لها البنجر. فانا كنت بعمل ايه؟ اجيب بنجرية حلوة كده، البنجر او الشمندر على حسب الناس اللي عارفة بايه يعني. تجيبيها وتغسليها وتقشريها، وكنت بقطعها قطع صغننة خالص زي السلطة. وكنت باكل معاها تفاحتين، ويفضل التفاح الاخضر لان انا سمعت ان هو افضل للانيميا من الاحمر او اي نوع تاني يعني يكون اخضر. فكنت بقطعهم زي سلطة كده واكلهم بالمعلقة. فدي افضل طريقة ليا. في ناس بتعملها عصير بنجر وبرتقال وعسل وكلام زي كده وتضربه في الخلاط وتشربه تمام. بس انا دي كانت لان انا برضو ما كنتش متحمله اي حاجه مسكره خالص خالص، اي حاجه سكرها زايد مش متحملها. العسل والكلام ده عشان الانيميا برضو هو كويس بيقولوا، بس انا ما جربتوش، دي تجربتي. البنجر رفعها رفعه رهيبه ما شاء الله يعني. الاملاح بقى ليها الشعير، في شعير هو زي القمح كده، وتغليه، كنت تغليه يغلي كذا غلوه مع بعض وتصفيه وتشربيه. هو مشروب. فده كنت بحليه، تحطي له سكر عادي او عسل او على حسب احتياجك انتي. قدرتي تشربيه من غير سكر براحتك يعني. بس انا طبعا ما كنتش هقدر، كنت اشرب كوبايه في اليوم بس. الكوبايه اللي هي كوبايه العصير دي، مش الكوبايه بتاعه الشاي والمجات والكلام ده، لا، كوبايه عصير اللي هي الشوب اللي بيقولوا عليها الكبيره. كنت بشرب 2 منها لبن برضو. دي ان انا ساعتها كان اللبن يريح معدتي، واحس لو في حرجان اللبن، بس كان لبن بارد يعني، احس ان هو طفى الحرجان ده، كأن كوبايه اللبن نازله كده في المعده تطفي. فكنت بشرب صبح وليل لبن، وبالليل عشان انام ده لازم. وكنت بشرب هي دي كوبايه الشعير والبنجر، الخلطه اللي انا بقولكم عليها، البنجر والتفاح ده طبق كده، وكنت باكله كل يوم. دي هي الحاجات اللي محافظه عليها لازم. وان انا اكل بروتين كل يوم برضو، دي محافظه عليها. بقى كنت باكل اكل عادي، جبنه مثلا جريش تمام موجوده تمام. ما كنتش اقدر طبعا اكل بيض خالص. من بعد الشهرين ما اكلتش بيض نهائي. من بعد الشهرين ما اكلتش اي مسبكات نهائي، زي ما قلت لكم اي حاجه مقليه نهائي. مش عارفه ليه الحاجات دي كانت دايما تعمل لي حرجان في المعده، ما اقدرش انام. فدي كلها جت فتره برضو الزبادو ده ما خلاص جرفت منه ومش قادره. لما بدأ الوحم والترجيع والكلام ده فجرفت من الزبادو، ما كنتش قادره اكمل معاه. الزبادي والرايب والكلام ده انا اصلا ماليش فيه وما احبهوش. والبيض ما قدرتش برضو غير اول شهرين بس. فالفكرة من كده ان انتي تاكلي اكل صحي يعني. مش لازم مثلا، يعني انا هقولكم على الموانع دلوقتي، مش لازم هي عشان ممنوعة فما اشربش الشاي خالص مثلا او القهوة. في ناس متعودة على القهوة هي اللي بتظبط يومها، فمش هتقدر. فعادي ممكن تشرب كوباية في اليوم خلاص يعني، مش هي اللي هتخرب الدنيا. بس انتي وعلى حسب طبيعتك انت، وعلى حسب طبيعة حملك، على حسب دكتورك انت. اسأل الدكتور عن كل كبيرة وصغيرة يعني، حتى الاكل حتى الشرب. حتى كل حاجة مثلا ايه اللي هيفيدني وايه اللي هيضرني. ممكن يسمح لك بكوباية قهوة، ممكن يسمح لك بكوباية شاي في اليوم. مثلا خلاص ما كنتيش تعرف المعلومة دي وشربتي كام يوم شاي، مش هي اللي هيمنع الحمل او مش هي اللي هيخلي الأجنة تثبت، لا. هي بس عشان تحافظي على تديكي نسبة كبيرة وتحافظي بالحديد اللي في جسمك، وت... وتبني أجنة كويسة يعني، فاهمة يعني. انتي تحافظي على جسمك اولا، وكمان على البيبيهات ثانيا. فهي فكرة الاكل دي يعني كنوع من الحذر اكتر. وبعدين انت تحاولي تاكلي اكل صحي دايما. الخضروات دي مهمة جدا جدا. الجرجير انا الدكتور كان يقول لي هاتي الخضرة دي اللي هي الكزبرة والشبت والكلام ده وكليه كده. طبعا ما كنتش اقدر اكله بصراحة، بس كنت اكل جرجير عادي. بس فدي الحاجات المهمة، ودي الحاجات اللي انا كنت اعملها. لازم كل يوم بروتين. الكبدة لا يا جدعان الكبدة لا لا، الكبدة ممنوعة. ايه تاني؟ لو انت قادرة تاخدي معلقة عسل حلو طبعا. في حاجات انا ما كنتش قادرة اعملها بس هي مهمة يعني، تاخدي معلقة عسل دي حلوة. انا ما اكلتش تمر. في ناس هتقول التمر كويس، فانا خفت لان هو بيزود انقباضات الرحم، وانا اصلا رحمي منقبض وحده ومش ناقص ان انا ازود. فعندي انقباضات كده كده من الشهر الرابع. فانا بس الفترة الاولى كنت باكل، بعد كده بعد اللي حصل ده ما كنتش باكل خالص. بس الممنوعات الاملاح، الحاجة سبايسي، ال ايه تاني؟
المكيفات اللي هي الشاي والقهوة والكلام ده، المواد الحافظة ثم المواد الحافظة ثم المواد الحافظة. بس كده على ما اعتقد دي كل الممنوعات يعني. زي ما قلت لكم، ان حصل وانتي مش قادرة ما تشربيش كوباية شاي عادي، ان حصل وانتي ما قادرة تشربي كوباية قهوة عادي تشربي كوباية قهوة في اليوم. مثلا انتي هتحبي الموالح ومعدتك قابلة الموالح ونفسك فيها خلاص، ممكن تاكلي مثلا حتة صغنونة كده على نفسك، مش لازم او يوم بس. في حاجات كده يعني انتوا اللي تقننوها وعلى حسب حالتكم وعلى حسب وضع الاملاح. كل شهر لازم تعملوا تحليل انيميا لو اموركم مستقرة، زي يعني انت لو ما عندكيش انيميا اصلا من قبل الحمل، كل شهر تعملي تحليل صورة دم كاملة وصورة بول او تحليل بول كامل. دول كل شهر انا كنت بعملهم لازم. بس انا اصلا ما كانش عندي انيميا، انا انيميا جاتني غالبا في الشهر السادس او نص السادس حاجة كده، لما البيبيهات كبروا خلاص فبدأت الانيميا الحديد بتاعي يقل في الجسم والانيميا تظهر بقى. الاملاح، انا عندي نسبة املاح من الاول اصلا، ومع الحمل والضغط على المثانة والكلام ده هو اللي زود الاملاح عندي، وبدأت توصل لنسب عالية خصوصا في الاشهر الاخيرة. في ايه تاني؟ بس كده. بالنسبة لازم تعملي تحليل البول ده عشان نسبة الزلال اللي في الجسم، لان الناس اللي بتاخد منشطات بتكون معرضة اكتر للتسمم، وتكون نسبة التسمم عالية في الناس اللي واخدة منشطات، يعني الحقن المجهري والكلام ده، خصوصا لو واخدة منشط كذا مرة. فلازم تحليل البول ده لازم كل شهر على الاقل على حسب حالتك الدكتور، بس انا كنت بعملها كل شهر عشان ده اللي بيشوف نسبة الزلال في الجسم والكلام ده كله، عشان لا قدر الله ما تدخليش في ولادة، خصوصا الاشهر الاخيرة. انا بخصص الاشهر الاخيرة، بس انا كنت من اول ما حملت الحمد لله هو الدكتور متابع معايا ونبهني، وانا كل شهر اصلا قبل ما اطلع اروح اعمل التحليل واخده معايا عند الدكتور. فده برضه عشان تتابعي الزلال، عشان الزلال ممكن يؤدي لتسمم حمل وولادة مبكرة. فان شاء الله ربنا يستر علينا كلنا، واي واحدة حامل ربنا يقومها بالسلامة، وربنا يرزق كل مشتاق يا رب الذرية الصالحة، ويفرح ويدي كل محروم يا رب العالمين، ويحفظ أولادنا جميعا. بس كده، اشوفكم في فيديو جديد، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. وان شاء الله هنزل فيديو قريب على ده، عشان انا لما بصور كذا فيديو ورا بعض، فطالما نزلت فيديو عرفوا انه في فيديوهات قادمة ان شاء الله قريبة من بعض. بس كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.